حاجة جديدة سريعة لذيذة، ويلا نقول بسم الله. 100 جرام زبدة قدحتهم على النار وخليتها لونها متكرمل كده. نص كوباية سكر بودرة وهقلب كويس. بعد كده رشة ملح وابتدي اقلب بقى وادوب السكر بتاعي. تمام. انا حطيت السكر والملح بعد ما شلت الزبده من على النار وخلاص اتقدحت. معايا كوبايه وربع دقيق، وهبتدي بقى اقلبها في الزبده والسكر اللي هي سخنه معايا، فخلي بالكم عشان ايديكم ما تتلسعش. معايا معلقه لبن كده هنزل بيها تدريجيا والم بيها العجينه بتاعتي زي ما احنا شايفين. هلم بس مش هعجن. حلو قوي. ابتديت واحده واحده كده عشان سخنه طبعا. ألمها. انا مش عايزه احط كاكاو، فحطيت كده شوكليت شيبس معلقه كبيره مليانه عشان تسيح كده، والعجينه بتاعتي سخنه فتديني كده تعريجات زي ما احنا شايفين، وتغمق يبقى لون فاتح ولون غامق. جبت بقى الصينيه بتاعتي دهنتها زيت، وحطيت على فكره العجينه بتاعتي نص ساعه في التلاجة او الفريزر، وطلعتها قلبتها تاني علشان تطرى معايا، وفردتها في الصينيه ودخلتها في الفرن زي ما احنا شايفين. طلعتها بقى سبتها تستهدى شويه، وحطيت عليها صوص شوكولاته، صوص كراميل. احلى واسرع كوكيز يتشرب جنب الشاي جنب القهوه. ممكن ما تحطيش عليه ولا صوص شوكولاته ولا صوص كراميل ويتاكل ساده كده. لذيذ جدا جدا، وفكرة جديدة خطيرة وسريعة. شايفين الجمال؟ عايزاكم تجربوه، هيعجبكم جدا. حاجة كده لذيذة قوي قوي قوي، وفخم كده يعني. لذيذ قوي قوي، هيعجبكم، جربوه.